كده هنكون خلصنا الشين ده زي ما انتم شايفين كده خلص ما شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما من البداية. ايوه يا رطوم. ارجع لورا شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تم بحمد الله. تم تصنيع موقف الشنب يا جماعة. شوفوا عن السين والشقيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده هنعمل معاكم الشنده الفلاحي دي اللي هي بنحط فيها، في ناس ما تقول عليها حصيرة الجبن، اللي بنحط فيها الجبن الفلاحي، احنا بنقول عليها الشنده. بص احنا عاملينها ازاي، هنقول لكم الطريقة اللي بنعملها بيها. اول حاجة بنجيب الزغو ده. الزغو ده اللي هو بيكون الزباطة اللي فيها البلح اللي بتكون في النخلة، بس تكون يا ناشفة وما تكونش خضرة ولا قديمة جو مساوسة او هي مهوية شوية. اديلها من السنه اللي عدت عشان الشنده ما تصوفش. تكون اديها من السنة اللي فاتت عشان الشنده لما تحط فيها جبن دار ولا اتنين ما تصوفش. بنشرخها بالشكل اللي انتوا شايفينه توا، اللي هو عيدان، والعيدان كلها بتكون مقاس واحد، او لو كبيرة شوية زي كده بنقصقص الزيادة دي. دي اللي هي الزيادة. اهم حاجة ان هي تكون كده. في ناس بتعملها بالشكل اللي احنا عاملينه ده، بتجيب الجريتين دول لازم يكونوا عدلين، اللي هو يعني الجريتين دول يكونوا شبه بعض بالظبط، يعني في المقاس، يعني مش واحدة كبيرة قوي زيادة، او لو في زيادة بنقطعها بالمحش او بالسطور. صلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا هنعمل وهقول لكم هنعملها ازاي. صلوا على سيدنا محمد. بنقطع الزغوة، وبنبدأ ان احنا نعملها ازاي، اللي هي التقيلة شوية او التخينة شوية، اللي هي مش رفيعة، او العود التخين شوية بنخليه في النص علشان الحمل كله بيكون في النص. حد ينحطها خطوطه دي حد كان بيعمل، يعني دي صغيرة شوية، يعني مش طويلة، وفي نفس الوقت لما اقول لك العود بتاعها صغير. في النص بنحاول ان احنا نحط عود جامد شوية، علشان العود لما بيكون جامد شوية بيعمل ايه، بيمسك معاكي، يعني في الجبن يستحمل معاكي سنة واثنين وثلاثة وأربعة. لكن لو بقت خفيفة والله قاعدة عندك كتير سنتين. لو ساعي كثير وجبن ثقيل لما تستهلك. بص احنا بتجيب اللي هي ايه، اهم حاجة دي تكون صامتة، وتكون العود بتاعها حلو، وما يكونش بتاع السنة دي برضو، ما تكونش خضرة تحت السنة دي، عشان مش اول ما تعملي فيها تصوف على طول. بتحطها بالشكل اللي انت شايفاه كده. اول واحدة كده بتعملها كم سطر يا ام دي؟ عاملين 14. عاملين هنا 14 سطر، اللي هو ده سطر 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. في ناس بتعملها قصيرة عن كده على حسب يعني على حسب الخر اللي عندك. لو انت مثلا عندك مثلا بقرة واحدة ولا حاجة ممكن تعملها قصير عن كده شوية. لو عندك مثلا خر كتير، بقرتين، وهتخض وتشيلهم كل يوم، برضه تكبرها شوية. في ناس عاد بتجيبها صغيرة خالص زي الشيفات كده، تعمل فيها 2 كيلو جبنة أو حاجة، بتبقى صغيرة. بنعمله هنا بقماش الغرابيل اللي هي بتاعت أبوك في الجبل ما راح هو عامر مش هنا. بدل الشديد اللي هم. بص احنا بنعملها كمان. أول حاجة بنجيب جريدتين، دي جريدة ودي جريدة، ونعمل السطور كلها قبل بعض، حد يمسك من تحت وحد يربطها في نربط هنا وهنا زي النول. بص احنا رابطينها فيها هنا في الشباك. اللي يحب يعملها فلات تكون كده شايفينها. معلقة عشان الخطون دي لما طويلة ما فيها. استنينا شرحنا واحدين. يعني كان عندنا يعني مثلا شوية زاغو اللي هي كانت أمي مشرخاهم خلصوا، بدأنا فيها في إن إحنا نعمل زاغو تاني جديد كمالة. بعد كده بنعمل
دي كده طريقة عمل الشندة الفلاح. الزيادة ده الخيط ما يعمل بقى مفيش حاجة بسهولة، بس احنا بصي حابين ان احنا نعمل حاجة تنفع. فافقة فيك من كتر الرباط والخيط بس هي بتحب تعمل حاجة عمولة، لأن احنا لما بنشتريها الخط بتاعها ده اللي هو بنعمل بيه ده بيبقى عاملها بخط هين كده، وبتروح مقطعة بسرعة. أو ممكن اللي هو الزغو ده والجريد اللي احنا عاملين بيه أو اللي هم عاملين بيه ده بيكونوا عاملينه بتاع السنة دي، يعني من وهي كده. ولما بتيجي تشلي فيها كذا مرة جيب تلقاها لونها غير كده ولونها سود ولونها ما بقيش حلو. هي طريقة الغسيل بتاعتها عادي احنا عندنا اياه، عندنا ما نغسلها في البحر. لو حد يعني عندنا مثلا ما عندوش بحر بيروح يغسلها في المكنة او في الدونكا او في المطور اللي احنا يعني بنسقي بيه الزرع. يعني اهم حاجة تكون مية غزيرة وتروح ننزلها فيها وتجيبوا فرشة تمشيها عليها كده. يعني انت يستحب ان انت لما تشيلي يعني تشيلي فيها تغسلها على طول علشان ما تجيش عليها دبان ولا كده، لان اللبن والجبنة اقل حاجة الشوائب ما تلقط معاه. ده شكل اللي هو اياه طريقة عمل. واحدة قديمة تشوفها بعد الاستخدام وما توصل مثلا. بص احنا عاملين كمية ها اللي رامينها، وكمية تانية ها عشان نكمل بيها ها. دي كمية تانية كبيرة ها، بس احنا بنستخدم دي كمية العيدان. كمية تانية ها بص شكل على فكرة الزغوة اللي شرحنا ممكن ما نحطش نعوز واحدة طاولتين. العرض بتاعها ممكن يوصل من اول كام لكام، يعني زاد عن نص متر العرض غير الطول. الطول زي ما انتم شايفين عريض ممكن يسيب شبر. ايوه انا حاسه عريض ده، بس احنا بنزود زياده ليها علشان انت لما ما تربطي كده هو نصها كده لازم تربط على اللبن يبقى في جده تاني عشان لما تدير الحبل كده تلقي مكان اللبن وتديري كده هنبقى نوريها لكم لو خلصت وربطنا فيها رباط وقصنا الحوافه. بص هنا في الجنب ده الحوافه متساويه، الجنب التاني عاد بنقصها زي كده بتتحفف هنا وتعمل لها ودان وبكده نكون جربنا نخلص الشندة زي ما وريناكم كده. وصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو وصلتوا في الفيديو لحد هنا وسمعتوه ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بص اهو بص احنا عملنا فيها حته جديه ما شاء الله، هم اللي عملتها دي كلها، بس هي يعني كبرت عن الدور اللي فات. وكمان الاضاءه غيرت، يعني احنا كنا بنعملها في الظهر او بعد الظهر، دلوقتي الاضاءه داخله على المغرب، فبصي تحسوها ان هي غمقت شويه، لكن هي كانت فاتحه وجميله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مفيش حاجه بتتعمل بدون مجهود. بصي الشنده الزغوه بشراشيبها دي بص الزغوه دي مفيش حاجه بدون مجهود، دي اساسيه الشنده، دي اللي بنعمل بها الشنده الزغوه. دي بعد ما شرحنا منها شويه دي بنمسك السكينه ونشرخ زي كده عيدان واحده واحده. ده المشرخ اللي هو هنستخدمه كده وده اللي بنستخدمه في الشنده دي اللي جناها طويل قصير عن كده. بص لو بقت محمره ومثلا ومش جامده او مش صامته بص بتتفكر بص هتتقطع. اللي هي الصامته البيضه دي بتكون من السنه اللي فاتت مش السنه دي، ولو بقت من السنه دي بتروح زي ما قلت لكم بتصوف، بتخلي الشنده لونها يغمق بعد ما بص اللي مش حلوه احنا مش هما نرضى ناخد حموله في الاستخدام ده تبقى منحه الواحد يغسلها بالفرشه تبقى مش حلوه تمام، مش هنرضى نحطها ده مش هنحطها علشان هي مش ما تستحمل. وكمان قالت لكم لما ما نيجي في النص هنا بنحاول ان احنا ننقي البيضه او الجامده شويه علشان الشنه دي حظها حلو كله يعني كلهم دول حلوين، يعني كله زي بعضيه صامت يعني هتعيش عمر اطول. بص احنا شويه هي ما تتربط واحده امسك كده لما كده. تبقى كده بصي وصلت لمرحلتها جربنا نخلصها مشوار الألف كبرت بيبدأ بزغوة بس على فكرة دي من كتر ما عملت فيها يعني واحدة صابعها ورمت وفاكفة. بص الفقافيق ده من شد الحبل واحدة هي الظاهر اذا انا ما عادش متحمل. كتر خيرها ده ايدك الشقيانة كسبان، ربنا يديك الصحة والعافية ويبارك فيك. احنا وانتوا الجنب ده اللي فيه شراشيب كده يتوضب كده، الجنب ده بيتقص يبقى زي الجنب ده وكده مثلا شوية تكمل لحد هنا لما يكتمل. وبص جربت تكمل، هي مش هنملاها لحد فوق بس احنا رابطينها فوق علشان نتحكم فيها واحنا بنعمل ونعمل
عشان نقلب هنعمل لها ودن من هنا اللي هي بتعلق بيها الشنده كده، اللي بتعلق بيها الشنده وهي فيها الجبنه، ودن من هنا وودن من هنا. لو حابين نكبرها عن كده شويه عشان هي لسه عايزه شويه علشان تبقى ايه. لبن كتير تبقى حلوه في التبييض. ايوه، هي في ناس كتيره بتحبها يعني بتبقى كده صغير، بنكبرها شويه عن كده. عشان ترجع من اثنين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش ان هو ده مجهود كبير وتعبانين، وما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنكون خلصنا الشنده زي ما انتم شايفين كده، قصينا الحوافي وربطنا العصايه كده. هنكون خلصنا الشنده زي ما انتم شايفين كده، خلصت ما شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.